السلام عليكم. جبت لكم النهارده 4 طرق للربح اونلاين وانت قاعد في بيتك، تبقى من اصحاب الاموال وتجري الفلوس في ايدك. لو انت طالب وعايز تجيب دخل، لو انت ولي امر او ايا كان وعايز تحسن من مصدر دخلك، ايا كان نوع المهارات اللي عندك او ما عندكش مهارات اصلا، ركز معايا. وخاصة في الطريقة الرابحة للناس اللي ما عندهاش اي مهارات، الفيديو ده معمول مخصوص ليكم. تعبت فيه جدا، تابع للاخر ان شاء الله تستفاد وبدون اي تضييع وقت. يلا بينا. كالغيث كن أملا وجد من دون مقياس. الطريقة الأولى إنك تقدر تشتغل في الترجمة أو في التفريغ الصوتي أو في مهارات الكتابة، وده عن طريق إن في مواقع زي أبورك أو ريف أو جو ترانسكريبت. المواقع دي بتوفر لك إنك تجيب فيديوهات تسمعها وتترجم الفيديو، تجيب فيديوهات تسمعها وتكتب اللي أنت فهمته، تفرغ الفيديو صوتيا، أو تجيب مقالات وتترجمها أو تكتبها من لغة للغة. ودي مهارة كويسة جدا، بتتعامل فيها بالدولار، ربحها كويس جدا، تحتاج مستوى متوسط في اللغة، مش حاجه كبيره جدا. هسيب لك طبعا اللينكات دي كلها بتاعت هذه المواقع موجوده في الديسكربشن تحت على الفيديو عند اليوتيوب او على التعليقات بتاعت الفيسبوك. الطريقه الثانيه انك تشتغل في الكول سنتر، دي واحده من اشهر الطرق للناس اللي عايزه ربح سريع ومجهود اقل، او ربح سريع بدون مهارات كبيره قوي. كل اللي انت عاوزه يكون عندك مهارات تواصل، عندك نت كويس، تقدر انك تتواصل مع الناس. وطبعا بتفرق لو هتتواصل مع اجانب عن لو هتتواصل مع مصريين. وفي مواقع كتير جدا شغاله في حاجه زي كده زي ريموت دوت كوم او وظف دوت نت. وفي شركات كتير للمبتدئين زي تيل بيرفورمانس، دي كويسه جدا لاي حد عايز يبدا الرحله وما عندوش خبره كبيره. وبرضو عندك زي كونسنتريكس، دي برضو كويسه جدا ولكن بتحتاج حد اعلى شويه لان طبعا مرتباتها بتكون اعلى اكتر. وفي شركات جديده تبدا مثلا عايزه ناس متوسطه في الانجليزي. في شركه مثلا فرعها في الشيخ زايد، ده الفرع الاساسي تقريبا، مرتباتها كويسه الى حد ما لانها لسه بادئه جديد، فبتبقى من 20,000 وانت طالع. ولكن هي كويسه، بس مشكلتي معاها في الشفتات متغيره شويه. وعندك برضو شركه تانية البروفيوجن، دي شركه كويسه جدا. مرتباتها بتبقى بالدولار، فبيحاسبك تقريبا على الساعه 3.5 دولار. يعني تقدر تقول في 10 ساعات في 30 يوم تبص تلاقي جمعت معاك 50 60,000، غير البونص طبعا لو عملت تارجت معين، غير لو اجتهدت وترقيت في الشركه. طبعا الشركه بتزود لك عدد الساعه نفسها او سعر الساعه نفسها. فدول شركتين كويسين برضو لو انت لسه بتبدا الرحله متوسط اللغه. لو انت متقدم شويه تقدر تشوف الشركه الثانيه. وبرضو كل ده والمواقع الثانيه هسيبها لك في الديسكربشن تحت، تقدر تتواصل معاهم عن طريق الارقام اللي هسيبها لك او عن طريق اللينكات وتعرض نفسك وتعرض مهارتك. وان شاء الله ربنا يوفقك في حاجه زي كده كويسه جدا، مربحه جدا، وحاجه في المتناول، مش محتاجه مهارات كتير، هي بس لباقه في الكلام، لغه فوق المتوسط، وتتوكل على الله. 3، تقدر تدرس اونلاين، وده مش محتاج لغات على فكره. لو معاك لغات، لو معاك مهاره كمبيوتر، لو بتعرف تطبخ او بتعرف تطبخي، تقدر تستغل اي مهاره عندك وتروج ليها على النت. هتلاقي دايما الناس عايزه تتعلم المهاره دي، حتى لو المهاره دي كيف تفتح علب البيبسي، ايا كان نوع المهاره، هتلاقي دايما انسان مستعد ان هو يتعلم هذه المهاره لو قدمتها بالطريقه الصح وروجت لها بالطريقه الصح. تقدر تبدا باسعار رمزيه وتروج للموضوع، ومع الوقت تبدا تحط السعر اللي انت شايفه مناسب ليك. مين؟ نعتذر عن هذا الانقطاع، ست كل بتنده، فنرجع تاني. فزي ما قلت لك المهارات دي مهمه جدا، تقدر ان انت تروج لها، ومع الوقت هتلاقيك اسست بيزنس خاص بيك اونلاين. محتاج بس شويه مجهود ولكنها مربحه جدا على المدى البعيد. الطريقه الرابعه البيع والشراء. ما عندكش اي مهاره خالص، ما عندكش اي قدرات اي حاجه، وما عندكش استعداد يبقى عندك، تقدر تتعامل في البيع والشراء، بيع منتجات، تشتري منتجات، وحتى بدون الحاجه لوجود راس مال، على مواقع زي اوليكس او علي اكسبريس او شوبيفاي ومواقع تانية كتير. هجيب لكم الاشهر منها واحطها لكم في الديسكربشن. المواقع دي تقدر ان انت تخش تشوف منتج عجبك، تسوقه، حد يشتريه، تكسب الفرق ما بينهم في النص، انت صاحبه بدون حاجه لوجود حتى راس مال. فدي برضو طريقه كويسه لو انت ما عندكش اي نوع من انواع المهارات، تقدر تشتغل بالطريقه الرابعه. ودول كانوا ال4 طرق، اختار اي واحده منهم، اشتغل عليها، طور فيها، ابدا دلوقتي. بينك حرفيا وبين الغنى خطوه واحده، انك بس تبادر، تحسن دخلك، تبدا تجيب حاجه تفيدك في دراستك، او تكسب خبره، يعني تجين اكسبيرينس تفيدك بعد الكليه. ايا كان طبيعه حياتك، لو دخلت في الحاجات دي هتفيدك جدا جدا جدا. ولو عندك اي مشكله في اي واحده منهم مش عارف تتعلمها، راسلني على الخاص او سيب تعليق على البوست ده وانا اساعدك. ولو شفت اي مهاره عايز انك تتعلمها، انجليزي او اي حاجه، وحابب انك تخش في الموضوع، تواصل معي وانا ارسم لك خطه مجانيه تمشي عليها. ولو حابب انك تتواصل معايا وتشتغل معايا، برضه هعمل لك حاجه رمزيه لو تواصلت معايا عن طريق لينك هذا الفيديو.
وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون افادكم. لو عجبك ما تنساش اللايك والشير، ما تبخلش عنا بالاشتراك والمتابعه، يصلك كل جديد. هذا وبالله التوفيق والسلام.